بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى نعمل كيكة روعة. مقاديرها بسيطة، طريقتها سهلة جدا. ممكن بدل ما انتوا شغالين بالمضرب اليدوي تشتغلوا بالخلاط. 4 بيضات في بولة مع كيسين من الفانيليا. اضربهم ضرب كويس سريع. لو حضرتك مش قادرة يبقى في الخلاط. هننزل عليهم بمعلقة خل كبيرة. تمام كده. نفضل مستمرين في الضرب. معنا كوب من السكر الخشن. نقلب لحد ما السكر يدوب. ننزل بكوباية زيت 150 مللي، عليهم معلقة سمنة بلدي. نبدأ بقى نقلب ونخلط المكونات دي صح لحد ما اللون يفتح معانا خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. ننزل بكوباية لبن 200 مللي. مستمرين في التقليب. معانا بقى المكونات الجافة بتاعتنا. 2.5 كوباية من الدقيق، عليه ذرة ملح، عليه كيس بيكنج باودر، مش اكتر من كده حاجة. نقلب بس المكونات الجافة بحيث ان البيكنج باودر مع الدقيق مع الملح يختلطوا مع بعضهم. ونيجي ننزل بقى بالمكونات الجافة على المكونات السائلة تدريج. احط شوية دقيق واقلب لحد ما الدقيق يدوب معايا، واحط التانية لحد ما اخلص كمية الدقيق كلها اللي معايا. تمام كده. خلاص القوام ده المناسب معايا، خلاص كمية الدقيق كلها. هنبدأ بقى نحط معانا حاجة جميلة بتدي طعم كويس وبتديها منظر عالي. الشوكولاتة اللي هو الكور الصغير اللي هو قابل للطهي بنحطه كده على الكيك بتاعنا. هنحط كمان شوية يتوزع معانا بقى صينية متبدرة ومدهونة. هنبدأ ننزل بخليط الكيك بتاعنا. تمام كده. ممكن نحط عليه شوية شوكولاتة من على الوش برضو كمان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ويدخل الفرن على 180 درجة لمدة 40 دقيقة. يطلع لنا بالروعة والجمال ده. وانتوا عارفين حضراتكم انا بحب اقلب الكيك وهو سخن عادي خالص. بقلبه الشكل ده كده جميل. نبدأ بقى نقلبه على الوش بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. برضه نقطعه وهو سخن ونشوفه هش مكتومة. لا بإذن الله هشة وجميلة. السكينة بتمشي فيها بسرعة. نبدأ بقى نقطع حتة كده. بسم الله ما شاء الله. ادي القوام مفيهاش مسامات. جميلة جدا، اسفنجية. الأرضية بتاعتها روعة والوش بتاعتها جميل. بسم الله ما شاء الله. حاجة ممتازة جدا وطريقة بسيطة وسهلة وإمكانيات قليلة جدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.